يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة في قناة اوفر ثينكينج. في حلقة النهاردة هنقدم لكم قصص واعلانات اقوى 5 افلام هتكون معانا في العيد السنة دي، واللي بيقدموا لنا ملحمة مختلفة وجديدة في الاكشن والرعب والكوميديا. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. هنبدأ كلامنا بأول فيلم في قائمتنا النهاردة، واللي هيكون فيلم يوم 13 من بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وأحمد زاهر وشريف منير. بتدور أحداث الفيلم في أجواء من الإثارة والتشويق عن عز الدين اللي بيرجع لمصر بعد غياب 25 سنة وبيسعى إنه يبيع القصر اللي ورثه عن أبوه، ولكن كل حاجة بتتغير لما بيكتشف إن القصر مسكون بالأرواح، واللي هتاخد أبطالنا في رحلة مرعبة ومثيرة في اكتشاف خبايا القصر وايه اللي وصله انه يبقى بالسوداوية دي. الفيلم هيكون اول فيلم عربي وروائي بيتعرض بتقنية ال3D، وهيكون من اخراج وتأليف وائل عبد الله. الفيلم رقم 2 معانا في قائمتنا هيكون فيلم رمسيس باريس من بطولة هيفاء وهبي ومحمد سلام ومحمد ثروت ومصطفى خاطر. بتدور قصة الفيلم في إطار من الكوميديا عن مجموعة مصريين بيسافروا من رمسيس لباريس في رحلة مليانة بالأحداث والمفاجآت وسط مواقف كوميدية بتحصل لهم خلال رحلتهم عامة، واللي هتوصل لأقصى درجاتها لما هيقرروا إنهم يعملوا تشكيل عصابي عشان يسرقوا لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرين، وازاي هيقدروا انهم يخططوا ويتعاملوا مع كل الصعوبات اللي هتقابلهم في رحلتهم. الفيلم من اخراج احمد خالد موسى ومن تأليف كريم حسن بشير. لو جاتلك اخبارين من اللوفر ان في اثار مصريه اتسرقت مش عايزك تتخضي عشان احنا اللي خدناه. بخ نار من بقك عليه، اسخطه ساحليه. هو انا هعمل الحاجات دي ازاي؟ وانا ساحل؟ شكلك كده شغال عامل في اسانسير. انت لابس كده ليه؟ مش عايز فكره ان انا اجمل منك ده يأثر على قرارك. حد قال لك ان عينك حلوه؟ جوي. هو الاسمراني اسمه ايه؟ اسمي تغميسو. مش ده اسمه مرهم؟ ده اسمي عشان اصلا نص مصري ونص شوكولاته. تعرف تخليني امور؟ كان القرد نفع نفسه. كنت في متحف اللوفر عايز تسرق ايه يا فرنساوي؟ لوحه الموناليزا. مش الموناليزا دي لو وقفت انا يمين تبص لي يمين، ولو وقفت انا شمال تبص لي شمال. بالظبط. ايه بتبص لي ليه؟ دي عملية كبيرة ومحتاجة مجرمين كبار، واحنا مش مجرمين. المجرمين دول لما بدأوا كانوا زيكم كده بالظبط. كمل كل اذان صغير. اوبا ده احنا بقينا في اوروبا. انت عارف البنات اللي بتقف في جامعه الدول كلهم صحاب. يخرب بيتك. براك مين يا عم؟ والله العظيم بريك وانت انا متنكر. كله في الحماده، كله في الكلاش. ده فوري. يلا يا رجاله. خوفني ولا ايه؟ خوفك. المصريين بتتخانق يا اولاد. دول جن دول ولا ايه؟ مين سعد اللي مجرب اللي انت جايباه معاك ده يا حاج؟ ايه زنقة الميكروباصات دي؟ الفيلم رقم 3 في قائمتنا هيكون فيلم ساعة إجابة من بطولة غادة عادل وشريف سلامة وسوسن بدر وأيتن عامر ونجلاء بدر والطفل سليم مصطفى، اللي هتتمحور قصة الفيلم عليه لما بيحصل خلاف بينه وبين أبوه وأمه، وبعدها بيتمنى إنه يبقى عنده أب وأم مختلفين، وفعلا بتتحقق أمنيته وبيلاقي نفسه مرة واحدة في بيت جديد مع كل مرة بيتمنى فيها أمنية مختلفة، ومن هنا بيبدأ مغامرته والتحديات اللي هيواجهها في العالم الجديد اللي في خياله. الفيلم من إخراج مصطفى أبو سيف ومن تأليف أحمد شيكو. يا رب. اهم حاجه تبقى متاكد وانت بتدعي ان ربنا سمعك. بونجور مسيو ياسين. تعرف تسرق، تعرف تنهب، تعرف تقتل. ايه يا راجل اللي بتقوله ده؟ حاول يعصبني عليا. مين البيبي شارك ده؟ لا بيبي شارك ايه ده؟ What is wrong my love؟ بس انا بحب الكحك. عايز تبقى سوبر هيرو؟ شاشي. تعرف تقول معايا فلايه تطلع 100 هملايه. هو حضرتك مغني راب؟ انا ابني طفل طبيعي. عيل نار. فداك يا اخويا نخلف غير. صوتك بس اللي عالي. انا عارفه كويس قوي ايه اللي بيفرح ابني. انا مش عارف حاجة. هيجتهد ويذاكر عشان يطلع دكتور.
ده عمر كمال يا قبلتي. عمر كمال عبد الواحد بتاع فيوتشر. كنت عايزه اغير حاجات ولما اتغيرت ما بقتش عايزه. انا هنا يا خربوقه. مش كل حاجه نفسنا فيها بنعرف نحققها. جايب لك انجح فنان في مصر. ياسو حبيبي انت كويس؟ انت سوبر هيرو؟ معلش الولد مخدود شويه. جرح الكرامه ما بيلمش. ريحه الكتب كارفه معايا على ريحه البلوبيف. هجيبك. سوبر هيرو ضعيف وفاشل. طب هنا يا سيدي ما تخافش. الواد ده شكله هيطلع خريج جزاره القاهره. هتقول الواد دوت. الفيلم رقم 4 معانا هيكون فيلم ابن الحاج أحمد من بطولة شيكو ورحمة أحمد وسيد رجب. قصة الفيلم هتكون في إطار من الكوميديا عن أحمد الشهير باسم شلتة اللي بيشتغل مع والده في محل البقالة وبيوصل الطلبات للزباين، ومع الأحداث بتحصل له مواقف كوميدية، خصوصا إنه هيكتشف إن أبوه عامل سري سابق وفي منظمة كبيرة جدا بتحاول القضاء عليه، وطبعا بيقرر شلتة إنه ينقذ أبوه ويحاول انه يخرجه من كل المشاكل اللي بيتحط فيها خلال احداث الفيلم. الفيلم فكرة عمرو سلامة ومن تأليف احمد محي ومن اخراج معتز التوني. حرام عليك يا شلتة. يا دي شلتة اسم احمد واي حد هيقول لي شلتة بعد كده هزعله. شلتة هزعلك يا حاج. شلتة يد حطها ورا ظهري. والله حلوه وزي العسل. اهي بنت الدكتوره نبيله اهي. انهي واحده فيهم؟ دول كتير قوي. لا انا مزك دماغي كانت الشغل حرام عليك. والد حضرتك طلع مالوش اي علاقه بالتوفى. ابوها قذر؟ قذر. ابوكي بطل. بطل. انت ايه مفيش اي حاجه عجباكي خالص؟ هو انت هتسوق بجد؟ الموضوع سهل وبسيط، سنه دبرياج، سنه بنزين. الدحان بتعيشي في الدحان؟ انا عايز اول طلقه في ام رائد. لا سيبوني زي ما انا كده، سيبوني بيومي فؤاد، انا حبيت بيومي فؤاد بيضحكني. دكتور حسن وهبه. فندم دكتور حسن انا وهبه هي. دكتور حسن وهبه. وحتى لو قتلت شلتة هيجي 1000 شلتة وشلتة ياخد بطاره. لا مفيش 1000 شلتة، هو شلتة واحد بس. البطل البقال جاهز وهيقدم وتحدي. تعالالي. ايوه يعني مين فينا؟ الغبي اللي فيكم. روح انا مزاج ما تستعبطش، مش هتأخر عموما. الفيلم رقم 5 في قائمتنا هيكون فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان ومي عمر وأحمد داش ومحمود حميدة. قصة الفيلم هتحكي لنا عن محمد هاشم مهندس الميكانيكا الملقب بهارلي أسطورة الأسفلت، عاشق ومحترف سواقة الموتوسيكلات اللي بيرجع من الخليج مع عيلته عشان يكمل دراسته في مصر، ومع الأحداث وبسبب ذكائه وسرعته في الشغل والظروف الصعبة جدا اللي بيتحط فيها هيشتغل مع العصابات وهيبقى من أقوى أفراد العصابة والمطلوب جدا بسبب تميزه، وخصوصا إنه هيفضل في الصعود لحد ما يوصل إنه يبقى الدراع اليمين لزعيم العصابة. الفيلم من إخراج محمد سمير ومن تأليف محمد سامي. هو أنت عمرك حبيت؟ بحب. أصل أنا بقالي كام يوم كده مبسوطة بس مش عارفة مبسوطة ليه. ممكن تطلع بره حياتي؟ كمل العهد اللي بينا وستخرج من حياتك. ما تسيبنيش. انت اللي ما تسيبنيش. اي مكنه في مصر تقول لك هارلي 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 هارلي. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بأكتر إعلان عجبك وإيه الفيلم اللي قررت تتفرج عليه في السينما. وقبل نهاية الحلقة كالعادة ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.